السلام عليكم الكديرين، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. جبت نشارك معكم واحد الوصفة زوينة وبنينة اللي هي اللوبيا خضر باللحم، وسهلة في التحضير وكتوجد في الوقت قليل. نتمنى يعجبكم الشرح، وكذلك نتمنى دعموني بالضغط على زر الاعجاب والمتابعة باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. المقادير اللي غادي نحتاجو: كيلو تاع اللحم تاع الغنب، اولا بغيتي تاع البكر اللي بغيتو. خديت ديال اللحم تاع الغنب غادي ناخدو طنجرة، طنجرة باش يطيب مزيان ضروري تكون طنجرة مع اللحم. وغادي ندير الحبة ديال البصلة تكون مقطعة رقيقة باش يطيب مزيان بهذه الطريقة. نص كاس ديال الزيت ديال الزيتون، الا ما بغيتش دير الزيت الزيتون دير الزيت عادي ماشي مشكل. غادي ندير شويه ديال القزبر ومعدنوس مخلطه تكون مقطعه رقيقه. غادي ندير شويه ديال الملحه على حسب الذوق. غادي ندير معلقه صغيره ديال التحميره ومعلقه صغيره عامره ديال الخرقوم. غادي ندير معلقه صغيره عامر ديال الكينشبير، نص معلقه صغيره ديال البزار. غادي ندير 3 الحبات تومه محكوكه اولا مقطع. غادي ندير كاس ديال الماء وغادي نشعل البوطه حتى يسبخ مزيان، حتى يشرب العطريه ديال اللحم. ضروري تيسبخ مزيان باش يعطينا واحد المذاق ديالها كيجي زوينه. ضروري كنشحر بهذه الطريقه. غادي نشحر مزيان حتى يقرب نشف مزيان باش يشرب العطريه ديال اللحم. من بعد غادي ندير اطرو ديال الماء وغادي نستهلك وكت حيت اللحم ضروري قاطح شويه والاول تيطيب مزيان. ومن بعد غادي ندير اللوبيا صافي. غتسد على صفاره قريبه شي ربع ساعه. ملي تكمل الوقت ربع ساعه غادي ناخذ شويه ديال اللوبيا وغادي ندير الكوكوس بهذه الطريقه. وغادي نسد على عاوتاني مزيان الكوكوس في اللحم واللوبيا. صافي غنشعل البوطه وغادي نسد على صفاره قريبا شي ربع ساعه بحال هكا. عادي يبان لي اللحم طاب مزيان. وغادي ندير 3 الحبات ديال البطاطا مقطعه بهذه الطريقه تكون طول. صافي غادي ندير بطاطا. غادي ندير شويه ديال الحامض مركد. ضروري الحامض مركد باش يعطينا واحد المذاق ديالها، غير ريحه باش يعطي واحد المرقه زوينه. صافي غناخذوا كاس كبير ديال الماء، ضروري كاس كبير ديال الماء عامر. وغادي ندير الكوكوس ونستهلك بلاقه وديري صفاره غير 20 دقيقه ماشي بزاف، غير شويه حيت البطاطا دغيا كيطيب. صافي من بعد نكمل الوقت 20 دقيقه في هذه الطريقه. تكون بلول ديالها تكون خاسر، ما يكونش بلول كثير في هذه الطريقه. ومرقه طابت كيجي زوينه وطريقه سهله. وفي النهاية كطلب منكم مرة أخرى باش تعاونوني في تطويرات قناة بالضغط على زر الإعجاب والمتابعة باش قناة تمشي قدام تحقق نتائج إيجابية. شكرا.